الماتش كان في ناس غريبه مش من مصر، مش من بورسعيد، كانت قاعده في المدرجات. لما نزلوا كان في المدرجات بتوع الاهلي فاستنوا من الجمهور الاهلي نزل عليهم لغايه لما المشكله حصلت والعيال ماتوا. انا ما كنتش اعرف يا شيخ حافظ، وبعدين علمت ان في 74 ماتوا، وفي عيلين كانوا من بلد، كانوا من شبون، كانوا في البلد، كانوا شغالين معايا في الفرن، قالوا لي احنا كنا في الماتش وكنا مع جمهور الاهلي. قمت انا مش عارف اتكلم مع مين، قمت رحت لوكيل النيابه في النيابه، قلت فطلبت مقابلته، فدخلت لوكيل النيابه. الكلام ده امبارح لرئيس النيابه بتاع بورسعيد. ليه ما بغيرش كلامي؟ هنقول هو ده اللي حصل، هو ده اللي شفتها، هو ده اللي حصل، انت اللي ساعدته، هو ده اللي انت بتكذب عليه. لا ما بكذبش. قلت له يا باشا انا عندي اقوال انا عندي اقوال وعايز اقولها قلت له انا شفت اللي كانوا معاهم قريت واللي كانوا معاهم سيوف وكانوا معاهم التسييس في الجمهور في وسطنا وبعدين بين الشباب اللي كانوا معاهم مهارتهم هتوصل كان فيهم معاهم اثنين من نفس البلد. قلت له سعادة الباشا طلع جوه من شبال قلت له يا باشا طلع جوه وانا اروح معاك اجيبهم لك من بيتهم. قال لي العيلين اللي كانوا في الماتش كانوا شغالين معايا في الفرن، يعني الناس اللي كانت معاهم كانوا شغالين معايا يعني انت عارفهم؟ كانوا على اساميهم على الهوا دلوقتي، ما ينفعش، لازم ولا